عمرت أسماء بنت أبي بكر 100 عام ولم يسقط لها سن ولا ضرس ولم يغب من عقلها شيء. صحابيتنا هذه جمعت المجد من أطرافه كلها، فأبوها صحابي وجدها صحابي وأختها صحابية وزوجها صحابي وابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. أما أبوها فالصديق خليل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته وخليفته من بعد مماته. وأما جدها فأبو عتيق والد أبي بكر. وأما أختها فأم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة. وأما زوجها فحواري رسول الله الزبير ابن العوام. وأما ابنها فعبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعنهم أجمعين. إنها بإيجاز أسماء بنت أبي بكر الصديق وكفى. كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام، إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل العظيم غير 17 إنسانا من رجل وامرأة. وقد لقبت بذات النطاقين لأنها صنعت للرسول صلوات الله عليه ولأبيها يوم هاجرا إلى المدينة زادا، وأعدت لهما سقاء، فلما لم تجد ما تربطهما به شقت نطاقها شقين، فربطت بأحدهما المزود وبالثاني السقاء، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدلها الله منهما نطاقين في الجنة، فلقبت بذلك بذات النطاقين. تزوج بها الزبير ابن العوام، وكان شابا مرملا ليس له خادم ينهض بخدمته أو مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناها، فكانت له نعم الزوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرسه وترعاه وتطحن النوى لعلفه، حتى فتح الله عليه فغدا أغنى أغنياء الصحابة. ولما أتيح لها أن تهاجر إلى المدينة فرارا بدينها إلى الله ورسوله، كانت قد أتمت حملها بابنها عبد الله ابن الزبير، فلم يمنعها ذلك من تحمل مشاق الرحلة الطويلة، فما إن بلغت قباء حتى وضعت وليدها. فكبر المسلمون وهللوا، لأنه كان أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، فحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فأخذ شيئا من ريقه وجعله في فم الصبي ثم حنكه ودعا له، فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع لأسماء بنت أبي بكر من خصائل الخير وشمائل النبل ورجاحة العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الرجال، فقد كانت من الجود بحيث يضرب بجودها المثل. حدث ابنها عبد الله قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من خالتي عائشة وأمي أسماء، لكن جودهما مختلف. أما خالتي فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها ما يكفي قسمته بين ذوي الحاجات. وأما أمي فكانت لا تمسك شيئا إلى الغد. وكانت أسماء إلى ذلك عاقلة تحسن التصرف في المواقف الحرجة. من ذلك أنه لما خرج الصديق مهاجرا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل معه ماله كله، ومقداره 6000 درهم، ولم يترك لعياله شيئا. فلما علم والده أبو قحافة برحيله وكان ما يزال مشركا، جاء إلى بيته وقال لأسماء: والله إني لأراه قد فجعكم بماله بعد أن فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا مالا كثيرا. ثم أخذت حصا ووضعته في الكوة التي كانوا يضعون فيها المال، وألقت عليه ثوبا، ثم أخذت بيد جدها وكان مكفوف البصر وقالت: يا أبتي انظر كم ترك لنا من المال. فوضع يده عليه وقال: لا بأس
إذا كان ترك لكم هذا كله فقد أحسن. وقد أرادت بذلك أن تسكن نفس الشيخ وأن لا تجعله يبذل لها شيئا من ماله، ذلك لأنها كانت تكره أن تجعل لمشرك عليها يدا حتى لو كان جدها. وإذا نسي التاريخ لأسماء بنت أبي بكر مواقفها كلها فإنه لن ينسى لها رجاحة عقلها وشدة حزمها وقوة إيمانها وهي تلقى ولدها عبد الله اللقاء الأخير، وذلك أن ابنها عبد الله ابن الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد ابن معاوية، ودانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام. لكن بني أمية ما لبثوا أن سيروا لحربه جيشا لجبا بقيادة الحجاج ابن يوسف الثقفي، فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبير من ضروب البطولة ما يليق بفارس كمي مثله، غير أن أنصاره جعلوا ينفضون عنه شيئا فشيئا، فلجأ إلى بيت الله الحرام واحتمى هو ومن معه في حمى الكعبة المعظمة. وقبيل مصرعه بساعات دخل على أمه أسماء وكانت عجوزا ثانية قد كف بصرها، فقال: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فقالت: وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي أقدمك في هذه الساعة والصخور التي تغذفها منجنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز دور مكة هزا؟ قال: جئت لأستشيرك. قالت: تستشيرني في ماذا؟ قال: لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده، حتى أولادي وأهلي انفضوا عني، ولم يبق معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم مهما عظم جلدهم فلن يصبروا إلا ساعة أو ساعتين، ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا ألقيت السلاح وبايعت عبد الملك ابن مروان، فما ترين؟ فعلى صوتها وقالت: الشأن شأنك يا عبد الله، وأنت أعلم بنفسك، فإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. قال: ولكني مقتول اليوم لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. قال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن يمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. فأشرقت أسارير وجهه وقال: بوركت من وبوركت مناقبك الجليلة، فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع منك ما سمعت، والله يعلم أنني ما وهنت ولا ضعفت، وهو الشهيد علي أنني ما قمت بما قمت به حبا بالدنيا وزينتها، وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه، وها أنا ذا ماض إلى ما تحبين، فإذا قتلت فلا تحزني علي وسلمي أمرك لله. قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. قال: كوني على ثقة بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط، ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يكن شيء عنده آثر من رضا الله عز وجل. لا أقول ذلك تزكية لنفسي، فالله أعلم مني بي، وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك،
فقالت: الحمد لله الذي جعلك على ما يحب وأحب، اقترب مني يا بني لأتشمم رائحتك وألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب عبد الله على يدها ورجليها يوسعهما لثما، وأجالت هي أنفها في رأسه ووجهه وعنقه تتشممه وتقبله، وأطلقت يدها تتلمس جسده، ثم ما لبثت أن ردتهما عنه وقالت: ما هذا الذي تلبسه يا عبد الله؟ قال: درعي. قالت: ما هذا يا بني لباس من يريد الشهادة؟ قال: إنما لبستها لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. قالت: انزعها عنك، فلذلك أشد لحميتك وأقوى لوثبتك وأخف لحركتك، ولكن البس بدلا منها سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع عبد الله بن الزبير درعه وشد عليه سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال، وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء يا أمه. فرفعت كفيها إلى السماء وهي تقول: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام. اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم. اللهم ارحم بره بأبيه وأمه. اللهم إني قد سلمته لأمرك ورضيت بما قضيت له، فأثبني عليه ثواب الصابرين. لم تغرب شمس ذلك اليوم إلا كان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربه، ولم يمض على مصرعه غير 17 يوما إلا كانت أمه أسماء بنت أبي بكر قد لحقت به، وقد بلغت من العمر 100 عام، ولم يسقط لها سن ولا ضرس، ولم يغب من عقلها شيء.